السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده هنعمل مع بعض كده فيديو سهل وسريع ان شاء الله. ازاي توفري في المنظفات بتاعة البيت. هقول لك على شوية تكات كده لو عملتيها هتوفري كتير في المنظفات بتاعتك. اول حاجة معانا كده ان شاء الله اللي هو المسحوق بتاعنا. هتجيبي بقى اي نوع بقى، هتجيبي تايد، هتجيبي اوكسي، هتجيبي اي نوع مسحوق بقى انت بتستخدميه، اريال، اي حاجه. شوفي بس انت النوع ما يكونش غالي قوي، تمام، لانه كله دلوقتي بقى محصل بعض، كله بقى زي بعض يعني. فهتجيبي اي نوع مسحوق عندك. هتجيبي مثلا لو جبتي مثلا منه كيلو من المسحوق، هتجيبي على نص عليه سايب، تجيبي عليه نص كيلو من السايب ده، ماشي. بس ما تكتريش، يعني ما تحطيش كيلو على كيلو، لا، عشان برضو يفضل المسحوق بتاعنا ايه، ينضف معاكي. هتجيبي كيلو وهتجيبي نص كيلو عليه سايب من السايب ده، تمام، وهتخلطيهم على بعض عشان تزودي الكفاءة بتاعتهم بقى. هتعملي ايه؟ هتجيبي كيس ملح، بس ياريت تجيبي ملح يكون خشن، ما يكونش ملح ناعم، يعني كيس ملح اللي هو الايه الخشن، يكون خشن شوية. اللي هو ايه، في نوع اسمه ابو الخير كده، ده بيبقى خشن شويه، او اي نوع بس ما يكونش اللي هو حتت، يعني اي نوع ملح خشن حتى لو سايب، بس ما يكونش خشن قوي عشان ما يبوظلكيش الغساله بتاعتك يعني. هتجيبي اي نوع ملح وتضيفيه عليهم، هتحطي التلاته كده دول على بعض، هيبقى معاكي حاجه الشهر، ياخد معاكي الشهر كله ان شاء الله. تاني حاجه هنجيب برضو لتر من اللي هو ايه، البرسيل الجل السايب ده. هنعمل بيه ايه؟ ده هتخليه بقى للابيض، للفوط، للملايات، الهدوم اللي هي ايه متسخه قوي. ده هتخليه للهدوم اللي هي مثلا هتلاقيها ايه نضيفه، يعني ما فيهاش اي حاجه، مثلا هدوم بيت مثلا او اي حاجه ما فيهاش، مش متوسخه، مش محتاجه غسيل كتير، هتاخدي من البرسيل الجل ده، تمام. يبقى كده معانا ايه، المسحوق ده قلنا الابيض والفوط والحاجات اللي هي الفاتحه اللي محتاجه غسيل ياما، تمام. هنجيب ده البرسيل الجل السايب دوت للهدوم اللي هي هتحسي ان هي نضيفه ومش محتاجه غسيل كتير، يعني مش محتاجه ايه نظافه كتير، يعني نضيفه بس ايه، يعني نص نص يعني، تمام. هو ده بينضف برضه. وحاولي تجربي، ما تجيبيش من اي حد، تجربي كذا واحد لغايه ما تلاقي واحد الحاجه بتاعته تكون نضيفه، يعني مش اي حد هتلاقي عنده منظفات حلوه على فكره، يعني انت جربي واحد واثنين وثلاثه لغايه ما تلاقي واحد المنظفات بتاعته حلوه، ده تعاملي معاه وهاتي منه كل حاجه، تمام. يبقى كده جبنا ده وجبنا ده. عشان توفري تاني برضو في المسحوق بتاعك ده هنعمل ايه، هنجيب لتر دوني. ده لتر دوني، اللتر ب8 جنيه، ماشي. هتجيبي اللتر الدوني ده، هتعملي بايه اللتر الدوني ده؟ هتخليه لي الهدوم السودا والغامقه، يعني مثلا عندك عبايه سودا، هدوم خروج سودا، ما بتبقاش محتاجه غسيل ولا بقع ولا بقى حاجه كده، ونضيفه، مفيهاش لا بقع ولا حاجه عايزه تتغسل جامد ولا حاجه، بتبقى نضيفه، يعني مطرح اللبس مثلا كده او حاجه بتبقى محتاجه نظافه بسيطه يعني. فتاخدي الدوني ده بقى تفضيه عندك بقى في ازازه او اي حاجه قديمه، ازازه عندك يعني تكون فاضيه ولا حاجه، وتستخدمي الهدوم السودا. مش محتاج بقى غير انك تحطي شويه على في الغساله على الهدوم السودا، وتغسلي بيهم الغساله يعتبر شطفه يعني. هيوفر معاكي كتير قوي في المسحوق. جربوا الطريقه دي والله هتنفعكم كتير، بس الهدوم تكون نضيفه يعني، مطرح اللبس بس كده ما يكونش فيها بقع ولا حاجه، تمام. فالدوني ده هنستخدمه الهدوم الغامقه والهدوم السوداء، تمام. يبقى كده معانا ده قلنا الابيض والاسود، الابيض والفوط والملايات والحاجات اللي هي محتاجه ايه، لو هدوم اطفال ولا حاجه محتاجه غسيل جامد، مع ده مع كيس الملح، مع ده مع كيس الملح كده. بعد كده هناخد ده للهدوم اللي هي ايه تحس ان هي نضيفه ومش محتاجه غير ايه غسله في الغساله كده وخلاص. وده هناخده للغوامق بقى، الهدوم السوداء او الهدوم الغامقه بتاعت الخروج، تمام. هنيجي برضو عشان نوفر بقى في المنظفات، اللي هو المسحوق ده، مثلا ده فيبا ده عليه عرض في فتح الله، كان ب 12 دلوقتي بقى ب 14، تمام. بس انا كنت جايباه لما كان ب 12، هو دلوقتي وصل ل 14 جنيه. هتجيبي مثلا واحده دي عشان تقعد معاكي بقى الشهر كله. هتعملي ايه؟ طبعا انت لو جبتي طول الشهر جيب 14 جنيه حتى، فهي حلوه جدا على فكره، هتحافظ على ايدك وحلوه غير المنظفات ايه اللي هي السايبه. لو انت بقى عايزه ده يقعد معاكي فتره طويله، هقول لك هنعمل ايه دلوقتي. بس انت لو جبتي من السايب هتاخدي لك مثلا في الشهر 4 لتر، 4 لتر، قولي مثلا لتر من 5، في ب4، في ب5، في ب7، هتجيبي مثلا، وفي ب10، هتجيبي مثلا متوسط ب7، 7 في 4 بكام؟ احسبوها بقى، 28 تقريبا، صح؟ 28. فهتجيبي مثلا 4 من ده، هتجيبي ب 28 جنيه هيقعد معاك الشهر كله، في حين انك تجيب 4 جنيه ب 16 ب 14 جنيه هتقعد معاكي، دي هتقعد معاكي طول الشهر ب 14 جنيه، مش كتير والله، وهتبقى حافظتي على ايدك ومستخدمه حاجه نضيفه وحاجه شركات.
فانا بقول لكم التوفير يعني مش معنى انك توفري انك تجيبي اي حاجه رخيصه وخلاص، لا التوفير والله عايز دماغ، يعني عايز تبقي بتفكري كده وفاهمه انت بتعملي ايه. فانت لو جبتي بقى 14 جنيه تقعد معاكي الشهر كله، وعايزين ما حدش يقول لي مش هتكفينا الشهر كله، هقول لك ازاي الدواء مش هتكفيكي الشهر كله. ماشي، دي هتجيبيها كده للمواعين بس، دي هتستخدميها للمواعين بس، مش هتغسلي منها لا احواض ولا ارضيات ولا تنظيف حمام ولا تنظيف ارضيات ولا احواض ولا أي حاجه من دي. دي هتجيبيها للمواعين بس مش اكتر. تمام. هقول لك بقى هتستخدمي باقي فين. هتجيبي مثلا من السايب ده، هتجيبي نص لتر من السايب ده بالصابون مواعين من السايب. ماشي. النص بقى هتجيب 3 ب4 ب5 زي ما تجيبي، مش هتفرق خالص يعني. ماشي، المهم ان هو صابون معاكي وخلاص. هتجيبي النص دوت. هتعملي ايه بقى عشان يقعد معاكي ده؟ هتاخديه هتفضيه في ازازه زي ما قلت لك، وهتجيبي ازازه قديمه، اي ازازه مثلا فيبا قديمه، ازازه زي دي كده قديمه، اي ازازه عندك قديمه، وتحطي فيها فنجان من ده، هتحطي منها حبه، يعني فنجان يعني حوالي 3 4 معلقتين 3 من ده. ماشي، معلقتين 3 من ده على ربع فنجان برضو من ده كلور على فكره، ده كلور، ربع من الكلور، ربع فنجان من الكلور، او مثلا حوالي 3 4 معالق من الكلور. ماشي، هتحطي يعني حبه كده ايه من الكلور على معلقتين 3 من صابون المواعين ده السايب، وتحطيهم في ازازه زي دي كده وترجيهم وتمليها ميه، تكمليها ميه، وتكملي ازازه ميه وترجيها بقى كده وتخليها معاكي تنظيف الارضيات، تنظيف الحمام. الصبح وانت بتغسلي وشك مثلا هترشي رشه كده من الازازه، هترشي رشه على الحمام كله، على الحوض بقى، على عندك بانيو، على الارضيه، على قاعده التويليت، على كل الحمام كده الصبح رشه كده واحده. وتاخدي الليفه بقى، تكوني مخصصه ليفه عندك للحمام، تاخدي الليفه دي تدعكي بيها الحمام كله، تدعكي بيها الحمام كله كده واشطفيه وانت واقفه كده في صيفه وانت بتغسلي وشك. خلاص اديك خلصتي من اهم حاجه في البيت واصعب حاجه في البيت على فكره الحمام. فدوت خلصتي من حاجه من حاجات البيت بسرعه من غير ما تحسي بيه، وانت بتغسلي وشك كده هتعملي كده كل يوم الصبح، الحمام بتاعك هتبقى ريحته ريحه نظافه، ريحته حلوه نضيف وزي الفل، وفي نفس الوقت مش برضو انت ما تعبتيش فيه، ما حسيتيش بيه، زي ما يقولوا ايه شغلانه المنسيه البدريه منسيه، انت كنت داخله تغسلي وشك فعملتي الحمام بالمره فخلصتي منه. تمام، مش هتحسي بقى بيه. تمام كده خلصنا ايه من المنظفات من ده والصابون ده. برضو بالنسبة للمنظفات برضو هتجيبي معاكي ليفة، الليفة دي ب5 جنيه. الليفة دي عشان تقعد معاكي فترة طويلة لازم تغسليها بمية سخنة كل يوم قبل ما تنامي، اغسليها بمية سخنة قبل ما تنامي، عشان طول ما هي مليانة دهون عمرها ما هترغي معاكي وهتاخد معاكي كمية صابون كتير قوي، هتلاقي الصابون استهلك معاكي بسرعة. فانت الليفة دي لما تاخديها تغسليها كل يوم بالليل بمية سخنة، وقبل ما تنامي كده بعد ما تخلصي مواعين العشاء اغسليها بمية سخنة، وحطيها كده في الطبق اللي بتغسلي فيه، وحطي عليها شوية خل، نقطتين خل كده، نقطتين الخل دول هيخلوا معاكي الليفة تنزل كل الدهون اللي فيها، فبالتالي هتنضف وهتبقى معاكي ايه، تقعد معاكي فتره اطول، وبتخلي الصابون يقعد معاكي فتره طويله. تمام. الحاجات دي انا بعملها من اول ما اتجوزت والله من غير ما حد يقولها لي، انا لقيت نفسي ايه الصابونه ما كانت بتقعد معايا كده ما بترغيش، اعرف ان على طول الليفه يعني من مره في مره يعني، فعرفت على طول ان الليفه هي السبب، فبقيت اغير الليفه الاقي الصابون بيرغي، هو الصابون الاقي الصابون بيرغي وقعد معايا فتره اطول، فبقيت اغسلها كل يوم بالليل واحط عليها نقطتين خل وايه، وكده الخل هيعقمها وينزل لك الدهون اللي فيها، هتقعد معاكي بقى فتره طويله، وهتخلي برده الصابون يقعد معاكي فتره طويله. تمام. برضو هندخل بعد كده على ايه، خلصنا من المواعين الصابون بقى وكده، الكلوركس الالوان. دلوقتي ازازه الكلور الكبيره من دي اللي هي اللتر عامله 30 جنيه او 32 جنيه. ماشي، والكيس اللي هو الكيس بتاعها عامل، الكيس عامل 10 جنيه ونص دلوقتي. تمام. فالكيس كام جرام؟ الكيس 250 جرام يعني ربع كيلو او 220 جرام، يعني مكملش ربع كيلو او ربع كيلو يا ستي. ماشي، ربع كيلو والتانية لتر، الازازه الكبيره لتر. فانت بقى بصي دي ازازه 500 جرام، 500 جرام، 500 جرام دي عامله كام؟ عامله 15 جنيه، في حين انك لو جبتي الكيس ب10 ونص عامل كام الكيس؟ عامل الكيس 10 ونص، فانت كده ايه يعني عامل 250 جرام، سوري عامل 250 جرام يعني ربع كيلو، ربع لتر، يعني ربع لتر وده نص لتر، الفرق بينهم 3 جنيه ونص 4 جنيه ونص، بس انت خدتي كده نص لتر، يعني خدتي ضعف الكميه، يعني ده ضعف الكميه بقى ايه بسعر اقل. فانت هتجيبي مثلا دي 500 جرام بكام؟ ب15 جنيه، والتانية اللتر ب32 جنيه، فانت كده استفدتي. فانت هتجيبي مثلا دي 500 جرام بدل ما تجيبي ايه كيس من اللي هو ايه اللي هو الاوكسي،
وده كلورير على فكره، برضو كلورير حلو زيه زي زي الكلوريكس. تمام. وعلى فكره الكلوريكس نفس بتاع السعر. فانت هتجيبي برضو كلورير، ده منتج حلو على فكره في كل الحاجات بتاعته، في الكلور، في كلوريكس الون، في كله. فانت هتجيبي دي، هتوفر معاكي على فكره. عايزه تجيبي السايب برضو ممكن تجيبي لتر من السايب، بس زي ما قلت لك لازم تكوني مجربه حد انت عارفه متاكده ان هو ايه حاجته كويسه، عشان يبقى الحاجه بتاعته المنتج بتاعه مطلعه كده بجوده عاليه وكويس، يعني يقعد معاكي فتره طويله. ولانك مش انت لو الحاجه حلوه معاكي مش هتكتري منها، هتحطي منها حبه صغيرين هتلاقيها عملت معاكي ايه مفعول. لكن لو جبتي حاجه غاليه او رخيصه بس هي مش حلوه، فانت هتحطي منها كتير عشان هتخلصيها، فعشان تعمل معاكي مفعول يعني. برضو من الحاجات الموفره برضو معانا في الصابون، هنجيب الصابون اللي هو ايه، طبعا انت لو جبتي صابونه حطيتيها على الحوض مش هتقعد معاكي طبعا، هتستهلك معاكي بسرعه خصوصا في الصيف يعني. فانت لو جبتي اللي هو اي نوع بقى، ده اسمه فلوري، اي نوع من الهاند ووش دوت بيوفر معاكي كتير جدا. انا بجيبه من زمان. الهاند ووش ده هيوفر معاكي احسن من اوفر من الصابون، مهما كان سعره غلا بس هيبقى اوفر من الصابون. يعني ده مثلا جاي كنت جايبه 25 تقريبا، 25 او 26. هتقعد معاكي فتره اطول من الصابون. بدل ما تروحي تجيبي 4 صابونات بكام دلوقتي ب 40 جنيه، لا دي هتقعد معاكي الشهر كله، ما انت مش هتستخدمي اقل من 4 صابونات في الشهر خصوصا في الصيف. لكن دي جبتيها 25 جنيه او 26 جنيه هتقعد معاكي الشهر كله. هتقعد معاكي، هتاخدي مثلا حبه منها تحطيها في يعني خدي مثلا ازازه منها القديمه دي، بعد ما تخلص مثلا خديها حطيها على الحوض وحطي منها ربعها من دي، والباقي كملي شويه ميه لغايه نصها ولا 3/4 وحطيها على الحوض الايد للغسيل الايد كده، تبقى ايه تقعد معاكي فتره اطول. وسيبي جيل الدش بقى للحمى. تمام. دي هتقعد معاكي كده ايه الشهر كله. هاتي بقى اي نوع انت بتحبيه، وفي فتح الله بيعمل عليه عروض كتير بصراحه. وبرده انت في روايح يعني ريحه كتيره، انت شوف حسب النوع اللي انت هتشمي بقى انت الروائح اللي انت عايزاها، ونقي بقى الريحه اللي انت بتحبيها. برضو الكلور لو انت عملتيه برضو بالطريقه اللي قلت لك عليها في الازازه دي مع الصابون السايب، هيوفر معاكي الكلور، هيقعد معاكي فتره طويله جدا، لان مش هتحتاجي غير فنجان، وتغيريها مثلا كل يومين 3. هتحتاجي فنجان دوت على شويه الصابون وتنضفي بيهم الارضيات والاحواض والحمامات والحاجات دي كلها. تمام. كده انا قلت لكم على كل حاجه. يا رب تكونوا استفدتوا بالفيديو النهارده، وتكونوا استفدتوا حتى بفكره منه. وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه، وضغطوا على زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل حاجه جديده بنزلها. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.